صباح الخير أو مساء الخير وقت ما بتشوفونا. أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقاتنا في برنامجكم نمونكس بودكاست شو. النهاردة هيكون معانا ضيف مميز. النهاردة مشرفنا شخص لا يختلف عليه اتنين. معانا النهاردة علم من أعلام العلاج الطبيعي في مصر والشرق الأوسط، وكمان علم فاز في مجال الطب الرياضي. إن شاء الله هيكون معانا النهاردة الدكتور إبراهيم عنبة، استشاري العلاج الطبيعي بالفريق الأول بكرة القدم لنادي الزمالك. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور، بشرفنا النهارده في نمونكس كلينيك. Oh shit. Here we go again. حابب يا دكتور ابراهيم يعني تحكي لنا اكتر مجال سبورتس ميديسن ده جه ازاي، او ازاي عرفت ان انا كدكتور ابراهيم انا ميولي للسبورتس ميديسن. أنا كنت حابه خاصة في سنة تانية في الكلية، وكنت متارجت والله العظيم يا أحمد، قلت بأمر الله بأمر الله أنا التارجت بتاعي عايز أمسك فريق فارست في مصر. تمام. واشتغلت على الحتة دي، ولما اتخرجت نزلت تريننج مع دكتور حسام الإبراشي، قعدت معاه 8 سنين. بعد كده منتخب الشاطئية، بعد كده نادي الزمالك. تمام. فكنت حاببها من زمان الصراحة، تمام. والحمد لله يعني ربنا كرم. طيب احكي لنا يا دكتور، يعني لما حضرتك اتعينت الاول في منتخب الشرقيه الامور كانت ماشيه ازاي، والسيزون كان ايه الاخبار وهكذا يعني لا، هو منتخب الشاطئية كانت الدنيا هي رياضة ظريفة جدا جدا، يعني الرياضة كلها على البحر. تمام. بس هي صعوبتها شوية إنك تلعب على رملة. تمام. فأنت بالتالي معدل السبرين والكونتيوجن، خاصة إن أنت بتلعب بير فوت حافي، فمعدل الإصابات فيها خاصة من السبرين والكونتيوجنز بتبقى عالية شوية. بس كانت ظريفة، وعامة بيبقى شغل المنتخبات ما بيبقاش مكثف أوي زي الأندية. يعني عشان 7 سنين، عشان 7 سنين زمالك يوميا بمعنى كلمة يوميا. المنتخبات على مواعيد التجمعات، عندك تصفيات أفريقيا، عندك بطولة ودية، عندك حاجة، فبتبقى أسهل. تبقى أسهل. طيب حضرتك خلصت منتخب الشرقية، بعد كده حضرتك اتبلغت بان حضرتك هتمسك دكتور في نادي الزمالك. ازاي الموضوع ده جه؟ وبرضه يعني انا عايز اقول لحضرتك الناس شافت الموضوع ده ازاي وبقت يعني تشوف الدكتور ابراهيم وهو ده الدكتور ابراهيم بتاع نادي الزمالك. هقول لك، أنا ما ساعدتلهاش. تمام. أنا كان العقد بتاعي كان مع اتحاد الكورة، مدته سنة. تمام. يجدد بشرط الوصول لكأس العالم بتاع مع الكرة منتخب الشاطئية. الكورة الشاطئية. الشاطئية. تمام. وبدأت 16 فبراير. حلو. 14 فبراير السنة اللي 2000 بعديها وكام يا دكتور؟ 2016. تمام. 14 فبراير 2017 ما تأهلناش كأس العالم. تمام. فبالتالي العقد بقى لاغي أو خلاص خلص. طبعا لو كنت استنيت شوية أو كذا كان بيتجدد عادي، والناس اللي موجودة في إعادة تشكيل مرة تانية مين اللي بيبقى هم نفس الناس، خاصة إن الميديكال تيم ما بيبقاش انفولفد، يعني هو بيأدي ظروف خلاص ملوش علاقة بالنتائج. بس يوم 16 بالليل كلمني الأستاذ الدكتور طارق سليمان، أنا فاكر كانت الساعة 1:30 بالليل. تمام. قال لي إبراهيم أنا همسك رئيس جهاز طبي نادي الزمالك وعايزك معايا. هو تاني يوم مسكت اتحاد الكورة. سبحان الله، يعني الموضوع ده كده خلص كده والله أنا فاكر المكالمة كانت الساعة 1:21 تمام. بالليل. قلت له يلا بينا يا دكتور، ده شرف ليا طبعا ويلا بينا. وتاني يوم رحنا فعلا، ومسكت اخصائي العلاج الطبيعي بتاع الفريق الاول. تمام. هي جت كده يعني، ما ساعدتلهاش الصراحه. كويس. طب الموضوع ده يا دكتور هل أثر على حضرتك بالنسبة لشغل العيادة وبالنسبة للشهرة وكده ما بين الناس؟ الموضوع كان يعني بقى ازاي، او تحول من ايه لايه، ولا ثابت زي ما هو؟ لا بص، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. تمام. انت يوم ما انت تقول انا مشهور، انا جامد، انا الكلام ده، اعرف ان انت وقعت. انت بتعمل شغلك بما يرضي الله، وتعمل الفيدباك حلو اللهم لك الحمد. فيدباك وحش اشوف ايه الوحش وابدا اتفاداه.
تمام. بس طبعا اللي يرتبط اسما باسم نادي بحجم نادي الزمالك الزمالك. طبعا حاجه كبيره جدا جدا جدا. اكيد. اللي انت عامل مع اللاعبين والمنظومه والاحتكاك يعني هو ضاف للواحد خبرات. يعني صدقني السنه شغل في نادي الزمالك مع الفريق الاول ب5 سنين شغل، غير بقى الاحتكاك ده، خبرات الحياه عامها، يعني عامه، السفر، التعامل مع ثقافات مختلفة، إنك تتحط تحت ضغط تشتغل فعلا فعلا. يعني يقول لك أي حد بيكتب سي في كان ورك أندر بريشر، ده فعلا بقى بطبع في نادي الزمالك، خاصة إن أنا أول 3 سنين ونص أو 4 سنين كنت لوحدي، مفيش فيزيو غيري، مفيش خالص. مفيش. حضرتك والفيزيشن والمسار والسترينث أند كونديشننج بس. ده بس كانت طاقم الطب في نادي اه الزمالك. اه ب- خدناها بقى ستيب باي ستيب بقى. ربنا كرمنا وعملنا وحدة علاج طبيعي وجبنا أفضل قياسات موجودة وطبقناها وأصبح شغلك بيبدأ دي 1 بريفنشن، مش بتستنى الإنجري اللي هي تحصل. You can somehow predict musculoskeletal injuries عن طريق القياسات. ومن هنا بقى والريكفري استراتيجيز والبري بلان بتاعة السفر والفايلنج والدوكيومنتيشنز والستاتستكس والديفرنت تريتمنت بروتوكولز للانجريز والبريفنشن بروجرامينج، الكلام ده كله. بس خبرة التعامل بقى نفسه، إن أنت بتلعب دوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، الكاس، السوبر، الكونفدرالية، الحاجات دي كلها بتبدأ تزود الاحتكاك بتاعك. وغير كده أنا كنت حريص إن أنا على أي فرقة بلعبها ببقى على كونتاكت بالأجهزة الطبية بتاعة الفرق اللي بنلعبها، خاصة في أفريقيا. فاللي هو أنا كان دايما عندي حلم ريزنج الأويرنس بتاع السبورتس مثلا في أفريقيا. مين من اكتر الانديه يا دكتور اللي هو كنت حضرتك بتحترم وبتقدر فيهم الاطقم الطبيه سواء في مصر او في افريقيا؟ آه لا، هي الناس كلها كويسة والناس كلها محترمة والناس بتشتغل وبتعمل كل اللي عليها، بس في حدود الإمكانيات. تمام. يعني 2017 كانت الإمكانيات مش ما كانتش اكيد زي دلوقتي. بالظبط. فاللي انت تروح وتسعى والمكان ده بيعمل احدث قياسات وتجيبها وتقف مع بتوع القياسات وتتعلم وتيجي وتطبقها وتاخد الميديكال بروفايل وتبدا تشتغل على الديفكتس اللي موجوده كذا كذا. وبعديها جت انديه كتيره بدات تمشي على نفس النهج بتاع نادي الزمالك، فاصبح في اويرنس بيتنشر اعلى فيما يخص السبورتس ميديسن. كويس. وفي نفس الوقت اهم حاجه اللي انت لما تعمل قياسات تشتغل بيها ما تركنهاش على الرف. ومش بعيد بعد كده يعني يعني انا مثلا لو هشتغل بالقياسات دي او شغلي بعد كده في النادي، انا ممكن بعد كده اوظف مثلا في حاجه بحثيه. انا عملت كده في احنا لندن احنا ان السنه شاء اللي الله فاتت. هننتقل في الموضوع ده، بس يعني هنتكلم في الموضوع ده قدام طبعا شويه باذن الله يا دكتور، طبعا عشان ما نحرجش عن طبعا المشاهدين باذن الله لا المفاجاه دي طبعا. يعني. ووظفها طبعا في ابحاث وستاتستكس وكيس ستاديز طبعا طبعا. وخلي بالك ما تنساش نفسك في جزئيه الديفلوبمنت، اللي هو انا مكتفي بشغل النادي بس فخلاص. لا يا عم، لازم تاخد كورسات وتطور وتقعد وتشوف هنا وهنا وهنا. لازم تعلى بالسكيل بتاعتك، تقعدش فتره كده انت فروزن او يعني انت خلاص. ثابت في مكانك. طب يا دكتور، يعني بما ان حضرتك يعني في نادي كبير زي الزمالك، وحضرتك بتنافس مع فريق على يعني القاب كتير في افريقيا، يعني على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا، هل حضرتك مثلا لما كنت بتتعامل مع طاقم طبي تاني من نادي تاني، يعني مثلا كنت بتلاقي تعاون ولا لا؟ عشان انا نادي الزمالك كان بينافس على البطوله دي مثلا، فلا ما كنتش بلاقي تعاون، او حضرتك ما كنتش بتلاقي تعاون بمعنى ايه تعاون؟ مثلا استشاره طبيه او تعاون مثلا في حاله معينه او كده. ما بين الأجهزة الطبية يعني المختلفة لمختلف الأندية؟ لا بالعكس، أنا أي حد قابلته يعني الناس تبقى حريصة جدا جدا على يبقى في knowledge exchange experience exchange، لدرجة إن أنا جيت عملت initiative. مثلا ليا صحابي الفيزيو بتاع الترابيزي، حلو. الفيزيشن بتاع الوداد المغربي، دكتور بتاع وفاق الصيف الجزائر،
الدكتور بتاع اتلتيكو مدريد، حلو. الدكتور بتاع مرة قلنا له يا جماعه تعالوا عايزين نعمل بروتوكول حلو. حلو. ايه هو البروتوكول؟ وليا اصحابي من دفعتي اللي شغال في كندا واللي في الامارات واللي كذا. سبورت سنجل برضه. تمام. قلت له انا ممكن يجي لي حد مثلا من الامارات، حلو. خلاص جاي مشتغل معايا جلسه عنده اي سي ام. تمام. طيب ليه ما يبقاش في مبادره ان الناس اللي جايه من بره بلادها، هو مثلا يقول لك إيه، انا مقيم في مصر اسبوعين ثلاثه وهرجع بلدي، صح؟ فبنبدا نشوف عن طريق المعارف مراكز العلاج الطبيعي المختصه بالسبورتس انجريز، ويكون معارفنا نكلمه. يعني مثلا جالي عيان تونسي، حلو. كنت رافع سماعه التليفون على الدكتور محمد البريري الفيزي بتاع الطرب. تمام. محمد انا في عيان اي سي ال جالي، هيخلص معايا الماكسيمم بروتكشن فيز وهيرجع، حلو. هيجي لك. وبريكومند المركز ان الراجل ده حضرتك بيستشفى. رشحته لي. ايوه. وببعت الفيزيوثيرابي ريبورت بكل الحاجات اللي اتعملت وكونتاكت الدكتور بحيث العيان يروح لما يرجع بلده يستكمل علاجه بصوره طبيعيه. حلو. نفس الشيء ليا دكتور زميلي في كندا فاتح كلينيك، يجي لي حد كذا، المغرب، البحرين، السعوديه، الكويت. فعملنا الانيشيتيف دي. وفلسطين طبعا دكتور بلال سماره من الناس اللي فاتحه رويال كير من رموز العلاج الطبيعي في فلسطين كلها. ربنا يحفظهم يا رب وربنا ينصرهم يا ان شاء رب الله. يا رب اللهم اللهم امين يا رب. امين. فلقيت قبول واستحسان غير طبيعي للفكره ديت. ودي لفته حلوه خالص. وغير كده انت بتعمل ايه؟ انت بتزود الكوميونيكيشن ما بين الكوميونتي بتاع الفيزيوثيرابي بره مصر. تمام. والناس مرحبه. انت عارف مشكلتنا ايه في السبورت؟ ان ما حدش في مصر يا دكتور ولا على يعني لا عموما؟ مش في مصر بس، عموما. في الميدل ايست. تمام. ان الناس يعني ما بتلاقيش اللي يساعدها انه ياخد الستبس زي كده، في حين ممكن ان نقول تسال مثلا كل واحد على يتبناها. حده ممكن نقول مثلا لفظ يتبناها ولا يتبناها. يتبنى مثلا، يعني اللي هو يتبنى الشخص ده فيساعده، لا يتبنى فكرته. لا هي القصه ان يعني مثلا ايه، انا موجود في النادي الفلاني وشغال في كذا كذا، تمام. بس ان يوم ما بتجي له الانيشيتيف بيبقى مرحب جدا. حلو. ان بص خلينا برضه نتكلم على الباد سايد تمام. شويه. للاسف بتلاقي ان في ناس ما بيبقوش احسن حاجه مع بعض، لان الناس بتفتكر ان هي بتاخد رزق بعض بالظبط. او ان ده بيعلي على ده او ده بيعلي على دوت. في حين طب ليه بدل يبقى في منافسه شريفه على تحسن العيان دوت، لكن ولا هاخد رزق ولا هتاخد رزق ولا هاخد رزق بالظبط. طب ليه التنافس ده ما يقلبش كوبريشن عشان العيان؟ وفي مره يعني انت بعت لي الحاله ديت عندك في الامارات جه مصر، فانت رشحت ابراهيم، هو جالي طب انا هرشحه لك لما يرجع. تمام. والكوميونتي يبدا يزيد، يبقى في ايفنت يتعمل زي بورد سبورت فيزيكال ثيرابي بورد حلو. على مستوى الميدل ايست مثلا، زي ما افريقيا عامله، زي ما اوروبا عامله. افريقيا عامله ايه؟ سبورت فيزيوثيرابي اسوسيشن. تمام. انا اتشرفت قابلت الاكسيكتيف دايركتور بتاعتها دكتور بكاري ام كلثوم، هي من اصول نيجيريه، متبنيه الفكره. وقابلت في مدريد دكتور سوزان جارد الاكسيكتيف بتاعت الانترناشونال سبورت ثيرابي اسوسيشن، اللي هو بيختاروا يا جماعه تعالوا بلد زي مصر مثلا، عايزين يبقى في ايجيبشن بورد من 10 ل 11 فيزيو في تمام. مختلف الالعاب ويكونوا في انديه، يبداوا يبقوا هم مسؤولين عن نقل الخبرات، يبقى في دورات مستمره وميتنج مستمره والكلام، يبداوا ينقلوا الخبرات للاجيال. هي القصه كلها قايمه على ايه؟ الكوميونيكيشن والكوردينيشن. لكن هتمشي بمبدا يلا نفسي او انا من بعد الطوفان، مش صح. فعلا. مش صح. فهي القصه ممكن تلاقي نوعا ما صعوبه في الانيشيتيف دي. هذا والله يوم ما بتيجي فكره في دماغك بتعرض، ومفيش حاجه ايجابيه عرضناها الا والحمد لله لقينا فيه بوزيتيف ريسبونس بصوره مش طبيعيه.
وبدانا اوريدي فعلا البروتوكول ده طبقناه. كويس. وانا بقى عندي لسته من زمايلي يوم ما يجي لي اي عيان من بره مصر: دكتور انا عايز اروح السعوديه. ده انت هتروح للدكتور فلان الفلاني. دكتور انا راجع على الامارات. طب انت راجع على فين في الامارات؟ راجع على دبي. ده دكتور معتز ودكتور كريم هناك. انا راجع على العين. لا ده دكتور عمرو كمال هناك في مركز الشيخ العلاج الطبيعي في العين، روح كمل معاه. كويس خالص. كده هو العين جوه السايكل، كانه جهاز طبي، بس جهاز طبي كبير قوي 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 قوي. ده صح يا دكتور. صح. ده صح. هو ده الصح. طيب يا دكتور، احنا حابين نتكلم لما حضرتك بتكون على ارضيه الملعب وفي الماتش، حضرتك بتكون ايه الحاجات الاساسيه اللي بتكون محتاجه مثلا في شنطه الدكتور النادي الرياضي، او مثلا عشان بعد كده لما اتعامل بعد كده مثلا لما تحصل لا قدر الله انجري او اي حد اتصاب حصل له اي حاجه لا قدر الله. الميديكال باج. اه. طيب، اولا احنا لما بندخل معسكر او تمرين بيبقى فيه شنط ادويه، كان في صيدليه متنقله. حلو. صيدليه كامله متنقله. حاجات المعده، حاجات الصدر، حاجات البرده، الحاجات الاصابات والعظام والكونتيوجن والورم، كل حاجه كل حاجه. تمام. بس لما تيجي تنزل الملعب انت مين للشنطه بتاعتك بيبقى فيها حاجات: الفيرست ايد، جهاز الاي اي دي، في حقن كده مهم بتتاخد في حالات لو حد جاله ابيليبسي او سيجر تاخد، بيبقى فيه عده الخياطه، البتادين، القطن، الميه، السبريهات، اللي هي يعتبر حاجات البلاستر. الطوارئ مثلا. الطوارئ دي ان انت بتنزل الملعب دقيقه وبتطلع، فبيبقى بس حاجات الطوارئ اقرا. وكده كده بيبقى معاك في اوضه اللبس جوه الشنط بتاعت الادويه كلها وكل حاجه، غير بيبقى معاك طبعا الاربطه والبنداج والكلام ده. دي مين اللي بتبقى الحاجات اللي تمام. طيب يا دكتور، حضرتك يعني انا عن نفسي مثلا بنسمع بره بنشوف ان السيستم بتاع الانديه الاوروبيه دي حاجه كويسه وحاجه عاليه خالص، وده بينعكس على اللعيبه في ادائهم في الملعب. هل شايف ان حضرتك الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ وهل احنا ممكن نطبق عندنا الكلام ده مثلا في مصر وفي الانديه المصريه؟ صح مليون في المية. اوريدي بيتطبق. يبقى في الحاجات دي بدأت تتطبق فعلا. انت دلوقتي الجهاز الطبي بيتكون من الفيزيشن، تمام، فيزيوثيرابيست. لو عايز رأيي، أقل نادي المفروض يبقى فيه من 5 ل6 فيزيوثيرابيست، لان هو اكتر حد بيتعامل مع اللعيبه. بالظبط. يبقى عندك حد سبورتس نيوتريشن. حلو. يبقى عندك متخصص يعني نيوتريشن تغذية متخصص لوحده، رياضيين. مش يعني مفيش دكتور لا، على شغل. تغذية رياضيين. كويس. يبقى عندك حد سايكوثيرابيست أو سايكولوجيست. معقول حد انت نفساني تعرف ان ثيرابيست؟ تاني اغلى مرتب في توتنهام بعد المدير الفني سايكولوجيست. اللي هو الدكتور النفساني. النفس، السايكولوجيست. تمام. تمام. المسير لامي معاك مسير قوي، فاهم اتجاهات العضلات، يعرف يفك اللاكتيك ازاي، يبدأ ينزل امتى ديب، امتى يشتغل سوبرفيشال. تمام. شغل المسير السبورتس مساج. سبورتس مساج غير الميديكال، غير الانواع التانية بتاعت المساج. ستريس اند كونديشننج سبيشاليست لازم يبقى موجود. ممكن في ناس تانية تبقى موجودة في النادي لكل القطاعات زي الهيدروسيرفيس والباي ميكانيست والكلام ده. طيب دي يا دكتور يعني حضرتك شايفها ممكن تكون الحاجات الزياده دي ممكن تبقى رفاهيه، ولا دي حاجه لازم لا، تكون موجوده؟ طبعا اساسيه. طبعا أساسية. ده اللي لازم يتعمل. ده اللي لازم يتعمل. لكن انت عندنا للاسف الشديد في جزء كبير في مصر دايما بيبصوا الاجهزه الطبيه لحاجه سكندري. لا، مش حاجه سكندري، لا ده حاجه اساسيه. ده حاجه انت مأمن الجهاز الطبي على استثمار لعيبه 300 400 500 600 700 مليون مثلا. ومبالغ بتدفع في اللعيبه. مبالغ طبعا بتدفع. لازم يبقى عندك ستاف طبي على اعلى مستوى. بس طيب بالنسبه يا دكتور لتخطيط لحته لموضوع تخطيط الاحمال، هل انا كفيزيو انا اللي بقول انا لا اللعيب ده يحمل كذا ويعمل كذا، ولا في حد متخصص؟ القياسات. تمام. انت بتعرض القياسات، حلو. بعد كده انت بتشتغل جزء، والسترينث اند كونديشننج سبيشاليست بيشتغل جزء. مع اللعيب في تفاوت في الفئة العمرية، في البوزيشن بتاع اللعبة نفسها، في عدد المشاركات، اللعيب دولي ولا لعيب مش دولي، الكلام ده كله بيفرق.
فطبعا لازم جزئيه تقنين الحمل مع كل اللاعبين، هي بتبقى تمام. بالانتجريشن او الهارموني الجهاز الطبي كله مع بعض. تمام. طيب بالنسبه يا دكتور، لما حضرتك بتكون متواجد في الماتش والماتش شغال، وحصلت لا قدر الله اصابه، حضرتك بتتابع ماتش زي المدرب الفني؟ تمام. لا لان مثلا ساعات لما بتحصل اصابه للعيب، انا كنت يعني مثلا ممكن اقول ان مثلا الدكتور بيكون مركز مع الماتش عشان مثلا يشوف اللي هي اللي قدامه ايه الميكانيزم الانجري اللي حصلت، فبالتالي هو يتوقع او يسهل على نفسه الدياجنوز اكتر. دي نقطه بس عايز اقول لك يعني انا ممكن يبقى اللعيب اللي بيجري قدامك في الملعب انت باصص له على اساس اللي هو هامستري مم. او ابدكتور او اي سي ال، انت بتبقى عينك مش على اللعب نفسه على قد الميكانيزم بتاع اللعب عامل ازاي. دي حاجه بتبدا تكتسبها بعد سنين. بره مصر عاملين ايه؟ عندك حاجه اسمها الانجري سبوتر، تمام. واحد زي حكم الفار كده بس قاعد قدامه السكرين بيحلل الاصابات وبيبقى على كونتاكت مع الدكتوره اللي قاعده على الخط. تمام. حصل اي لايف ثريتنج كونديشن مثلا سسبكتنج كونكشن كاردياك ارست، ارتخاء في عضله اللسان، انزل ما تستناش الحكم يقول لك يصفر انزل ده ويتدخل. immediately، انزل بطوارئ، انزل. الورك شوب لازم المنظومه الطبيه كلها تبقى واخده البيزك لايف سبورت، وان على الاقل مره كل 6 شهور تعمل ريفيجن عليه، وان البيزك لايف يتم تعليمه لكل افراد المنظومه. لازم يبقى معاك دكتور اشعه على الاقل اشعه سونار، يبقى معاك اونكول يجي بصوره دوريه يتابع الاوفر يوز، يشوف الانجن، يشوف في سترين، في حاجه، في كذا في كذا، وجوده برضه بيبقى مهم. تمام. فهو انتجريشن كامل بين كل اعضاء المنظومه طبعا. تمام. طيب يا دكتور، ننتقل لحته تاني. مثلا لما حضرتك بتلاقي لعيب مهم عندك في الفريق، فرضا مثلا اللعيب ده جاي مع عليه الفرقه مثلا، واللعيب ده اتصاب لا قدر الله، هل انا مثلا لما حضرتك تكون مثلا في مسابقه مهمه زي الكونفدراليه، دوري ابطال افريقيا، سواء حتى ماتش هيحسم الدوري، فانا هل اللعيب ده هل انا ممكن استعجل عليه في حته الريهابيتيشن، ان انزله عشان الكومبيتيشن دي، بص، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ عاده لا، تمام. يعني دايما ماشيين بقاعده مش مهم اللي انت تنزل بسرعه على قد ما هو مهم اللي انت تنزل صح. تمام. بس في مواقف انت بتتكلم مثلا فاينل مثلا، حلو. احيانا ممكن يتاخد اجراءات يعني يعني حتى لو اللعيب هيريح بعدها شهر، تمام. بس انا محتاجه في دي خلاص، بطوله كامله وتكليل مجهود سنه كامله، بس دي بتبقى في اضيق الحدود، في اضيق الحدود. بس لا طبعا يرجع صح مش يرجع بسرعه، مم. دي مهمه جدا وحط تحت دي كذا خط. تمام. يرجع صح. تمام. طيب يا دكتور، طبعا الاصابات دي بتكون قضاء وقدر. تمام. ازاي انا احاول على قدر الامكان اقلل فرص حدوث الاصابات دي في حلو، الملعب؟ زي ما قلنا انت بتعمل قياسات تمام. بيطلع منها ديفكتس، بتبدا تشتغل عليها تمام. ميديكالي وبالعلم وبالورقه وبالقلم، والريكفري والبريفنشن بروجرامز اللي بتتحط، اللايف ستايل موديفيكيشن للاسيليت، انه يحافظ وما يبذلش مجهود فوق طاقته وانه ما يحمل، ونبقى عارفين حتى لو هو شغال في الجيم مثلا نبقى احنا عارفين ايه الاحمال اللي هو بياخدها، سواء كان الاصابات الماسكولوسكيتال او الحاجات اللي بتيجي نون كونتاكت. حاجات الكونتاكت يعني هي بتبقى حاجات قدريه، ولكن لو في بريفنشن عالي قوي قوي هو مش هيمنع الانسيدنس بتاع الاصابه، بس ممكن نوعا ما يقلل السيفيريتي. قدام عشان ما يدخلش مثلا الموضوع ده يبقى يقلب معاه حاجه مزمنه او كرونيك، او 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 زي كده أو مثلا. حاجه سيفير، اه. او حاجه سيفير. يعني مثلا واحد عمل تويست مثلا مفاجئ، تويستنج ميكانيك، لو هو مثلا في ستابيليتي عاليه قوي في الليجمنتس عنده، ممكن بدل ما لا قدر الله يجيله اي سي ال مم. يجيله سبرين، مش ما يجيش تير. هو يمكن برضه الموقف اللي حضرتك بتتكلم فيه اشبه باللي حصل مع نيمار. يعني نيمار حصل له 8 انكل سبرين، اكتر لاعب حصل له 8 انكل ايوه ان سبرين، هو داخل في كرونيك ليجمنت دخل في انستابيليتي كرونيك اصلا. ليجمنت انستابيليتي. فده برضه يا دكتور، يعني ده هل بيكون عيب مني انا كمنظومه طبيه،
ولا انا مستعجل؟ يعني انا المدير الفني استعجل عليه، ده لا، ده لعيب مهم. لا، هو افضل حاجه في شغلك ان يبقى معاك مدير فني فاهم، تمام. فاهم الجزئيه الطبيه، ان يقول لك طب انت رايك ايه، طيب طب انزله، طب ما اخدش الريسك، طب كذا، وانه يبقى محترم رايك وعارف ان رايك صح. حلو. طب التبعيه، انت ممكن احيانا تقول راي في ما ياخدوش، يعني النادي ما ياخدش او المدير الفني ينزل اللاعب ويقول له انت كويس، تاني يقول له انا كويس فينزل، صح؟ ده اجينست الميديكال ادفايس، انت بتخلي مسؤوليتك خالص. انا والله انا اتكلمت وانا نصحت وانا قلت، بس هو خد القرار ده. بس حتى ده بيبقى قليل يعني، عادة بيبقى فيه هارموني ما بين الأجهزة الفنية والأجهزة الطبية. طبعا ده مهم جدا جدا. واكيد عشان تبقى المنظومه كلها ماشيه على بعض، طريقه برافو او عليك. منظومه طبيه. صح. طيب يا دكتور، احنا حابب يعني اعرف من حضرتك ايه المراحل اللي بيعدي عليها اللاعب المصاب. أولا الفيرست ايد مانجمنت تمام. على حسب الإصابة نفسها، وبتعمل له ايه في أوضة اللبس، حلو. الميديكيشنز اللي بياخدها، وميعاد الانفستيجيشن، تمام. والكلينيكال اسسمنت اللي هيتعمل، تمام. والفيزيشن ايفالويشن، والفيزيوثيرابيست ايفالويشن، وبداية التريتمنت بروتوكول، وان يبقى الفيزيوثيرابي بروتوكول ماشي بارلل مع جزئيه الميديكيشنز، تمام. بعد كده يقلب على الريهاب بروتوكول، بعد كده ميعاد الريسكان او انه يعيد تاني الاشعه مقارنه بالكلينيكال تيست، بعد كده يبدا يدخل في الرننج مثلا، بعد كده يدخل في السبورت سبيسيفيك، بعد كده يدخل جروب تريننج، بعد كده ماتش ودي، بعد كده ماتش كده، تمام. بعد كده بريفنشن سيريس. قبل ما ينزل المفروض يبقى في ماتشنج ما بين الفيزيشن والفيزيوثيرابيست والاشعه، ولا نغفل ابدا عن الاسيليت فيلينج، هو حاسس ايه. يقول لك انت طبيب نفسك، فعلا هو برضو ده جزء مهم جدا، انه قادر ولا مش قادر. يحصل ماتشنج مع كل اطراف المنظومه مع بعض، ولازم يبقى في جزء تاهيل نفسي ما بعد الاصابات وينزل. تمام. هو احنا جبنا نتكلم عن موضوع التأهيل النفسي. انا كنت حابب يا دكتور، مثلا انا لما اخدت في راوند الاوسو السنه اللي فاتت، كانت بتعدي مثلا كنت باخد الديزيز وكنت باخد سيمتومز والحاجات دي، ونيجي بقى دورنا كنت بشوف مثلا بتتكون من فيز واحد، بتتكون من اسبوع كذا لكذا، وفيز اثنين، والكلام ده كله. فهل انا كطالب وبعد كده هتخرج وهبقى دكتور وهشتغل في الموضوع ده، هل انا مطالب مني احفظ الفيزز دي زي ما جه الكتاب، وحته ان انا اعمل برنامج او تريتمنت للعيان ده، هل بتيجي مع لا، الخبره ولا لازم احفظ مش الفيزز زي دي؟ مش زي ما قال الكتاب. لا، تمام. الموضوع ممكن يبقى متغير لان كل يوم عندنا في الطب الرياضي في جديد، تمام. كل يوم في جديد. حلو. التايمنج بتاع الريتيرن بتاع الاي سي ال، هو الستار قالت لك ايه من اسبوعين، 8 شهور بوينت 1 حد ادنى، تمام. حد ادنى ممكن اب تو 12، ممكن يوصل لحد سنه. تمام. هرجع اقول لك انا اللي حاكمني ايه القياسات تمام. واستوفى البروتوكول بتاعه ولا لا. حلو. لكن هنزلك بدري ليه؟ تمام. هنزلك متاخر ليه؟ هي ورقه وقلم، اعملها وينزل بروتوكول، فكل شويه في ابديت. لكن ده ما يمنعش ان في اساسيات، حلو، في اساسيات لازم كلنا نمشي عليها اللي هي درسناها، تمام. بس في حاجات متغيرات كتيره بتحصل. يعني برضو افهم من حضرتك ان الموضوع بيجي مع الخبره، حته ان انا احط طبعا البرنامج ده طبعا بيجي مع طبعا الخبره، مش طبعا. لازم ان انا احفظ الفيزز والحاجات دي كلها. افهمها افهمها. تمام. افهمها، واعرف كل مرحله ايه اللي مطلوب فيه، تمام. ايه اللي مطلوب. المرحله اللي هو اكيوت، سب اكيوت، وكرونيك. طب هو انا عندي دلوقتي تير في مصر، طب التير ده انا فيه انترا ماسكولار فلويد كوليكشن، ممكن هو مانع الهيلينج، طب انا محتاجه اعمل له درينج. طب الدرين بيتعمل كامل ولا بخلي جزء منه تو اكت از انفايرمنت علشان ليتر اون الانفلاماتوري ريسبونس، وبعد كده الريموديلنج والكلام ده كله، التايمنج بتاع الهيلينج،
الطول بتاع الستريب قد ايه، ملي ولا سنتي ولا 2 سنتي ولا ايه، طبيعة اللاعب ده واللاعب ده اصلا في طبيعة شغله سبرينتر ولا هو جول كيبر، طب هو سنه قد ايه، طب معدل الريجنريشن لحد عنده 18 سنة زي حد عنده 31 32، ما هي كل دي فاكتورز بتتحط في الاعتبار، عشان كده بقولك الموضوع بيبقى متغير شوية. تمام، يعني الموضوع انا هعتبره برايفت مثلا، اه متفرد لكل واحد لوحده. بالظبط. تمام. طيب نرجع تاني لحته النفسيه يا دكتور. ازاي انا اهل اللاعب اللي حصل له مثلا اصابه مثلا فرضا صليبي، ازاي اهله نفسيا؟ لا دي يسأل فيها السايكولوجيست، بس انت كفيزيو سيرفيس وانت شغال معاه، او طب انا مثلا ازاي، يعني انا كفيسيو ثيرابيست انا ان شغال دايما معاه، انا لازم اديله انكارج. سهله. بص انت النهارده مثلا جبت الاستريتش جريزنج، النهارده ايه ده، بص التاني زاد ازاي، طب تعالى نقيس لك الفليكشن، تعالى نقيس الاكستنشن، طب تعالى نعمل الداينامو، بص ايه ده فرق الباور زاد، الباصل طلعت 70 نيوتن، الله اكبر، تعالى وريني، ابدا وريني ايه ده، انت بدات تجري في الميه، احنا حلو. خلاص قربنا، بص الورم نازل ازاي، بص الموفمنت عندك ظبطت ازاي، بص انت بدات تجري، ايه يا عم الله اكبر، انت بدات النهارده تشينج اوف دايركشن، يعني ما تقلقش وسهله، وبص والورست كيس سيناريوز، بص مين كان عنده ايه ورجع لعب تمام. كده، يعني انت بتشجعه من البروسبكتيف بتاعك. تمام، انا المقصد من ده يا دكتور ابراهيم، الفكره ان انا برضه ليا دور في ان انا انكرج الموضوع ده، وبرضه صح كنفسيا ليا دور نفسيا برضه صح بجانب الثيرابيست. صح. تمام. طيب دكتور، من كل سيزون لسيزون ازاي حضرتك بتستعد للسيزون ده مع نادي الزمالك؟ اه بص يعني لو هنتكلم على مصر، يعني شوف هو الدوري لسه خلصان والناس هتدخل فتره اعداد بكره، تمام. فلو هنتكلم كونسبت عام، طبيعي بيريحوا 3 اسابيع على الاقل ما بين السيزون واللي بعده، يفصلوا تماما، حلو. بعد كده بيرجعوا بيعملوا قياسات وبيدخلوا فتره اعداد. حلو. وبص لو اللي طلعت هي فتره البري سيزون. البري سيزون، تمام. فترة إعداد في معسكر في بلد خارجية أيا كان، يبدأوا إيه ياخدوا اللود جراديولي، ودي الفترة اللي فيها الأناليسيس بتاع القياسات بتضاف إلى الحمل التدريبي بتاع كل لاعب، وتبدأ واحدة واحدة بتلعب ماتشات ودية ومجموعة تمارين، وتبدأ تأهلهم ستيب ستيب اللي هو الجهاز الفني يعني، ستيب باي ستيب لحد إيه ما يبدأوا السيزون اللي بعده. تمام. طيب يا دكتور، على مدار تواجدك في نادي الزمالك، ايه اكتر سيزون كنت حضرتك شايف ان هو صعب، سواء على مستوى الكومبيتيشن او الاصابات، الدوري 21 اللي حضرتك اخدت اللي الزمالك اللي كسبه؟ كان فيه كارتيرون، اه. بتاع مستر كارتيرون، رهيب، السيزون كان كتعاون. رهيب. لا لا لا، كارتيرون من اكتر الناس المتفهمه شغلك، انا بتكلم السيزون نفسه كان كل 3 ايام كضغط. ماتش، كضغط ماتشات. وهاي انتنسيتي، وكذا حد بينافس، وكنت بتروح افريقيا وبترجع وتلعب كاس، ولو 2 كاس بيتلحموا ورا بعض، ودوري، ونروح نقعد بالشهر وبرج العرب، وكذا وكذا وكذا، لا لا لا، مش طبيعي مش طبيعي، كان من اكتر فتره كان علينا ضغط فيها، الضغط ده. ربنا كرمنا وخدنا الدوري، ومع اخر مباراه في عز تلاحم الماتشات دي كلها من مختلف البطولات، زيرو اصابات عضليه. فعلا. هنا دور القياسات والريكفري والبريفنشن والفيزيوثيرابي تريتمنت وبتاع، في شهور كنا بنشتغل حوالي 300 جلسه علاج طبيعي، تمام. بتفاريت بقى من اكتر كذا حاجه، ريكفري بريفنشن موبيليتي، كله لا كان صعب الصراحه. كونفدراليه 2019 1137 جلسه علاج طبيعي انتحار والله، انتحار. مش جلسات علاج طبيعي يعني، عشان الناس بس ما تبقاش فاهمه غلط، مش اصابات، بريفنشن ان انا وريكفري امنع الاصابه دي، امنع واصابات، انها تحصل. وجزء اصابات، وجزء بريفنشن، وجزء ريكفري، وجزء ري الاينمنت تاني، جزء انديورنس، جزء موبيليتي، كذا حاجه. طب يا دكتور، على مدار حضرتك ان حضرتك شفت اصابات كتير وناس كتير، ايه اكتر اصابه كانت محيراك، او كانت اصابه يعني كان الموضوع صعب؟ اصابتين، كانوا في النادي ولا في عيادة حضرتك الخاصه؟ مش هنقول بس كان في تمام، ما اصابتين. علينا. تمام. حد كان جاله بايلاترال كومبليت تير في البوست اندكت، بايلاترال. تمام. كومبليت تير وكومبليت. اندكت، تمام. كان سنه،
حلو. سنة فيزيو، ما عملش سيرجري، فيزيو وريهاب وبي ار بي حلو. وهايدرو مفيش نتيجه ده ولاترال كله. هيلينج، بس كانت على فترات. تمام. باي لاترال نايت مير يعني، كانت صعب. حد تاني كان جاله بارشال تير في السيمي ممبرينوزس مع انفولفمنت في الماسكولو تندنز جامب مع تمام. الهامز. كل ما يحصل هيلينج يحصل سبسيكوينت لوكال انجري. الممبرينوزس تقفل شويه تلاقي النوزس فتح، تلاقي بايسبس فيبرس جزء منها فتح. الموضوع كان محير جدا، وكان في اكسسيف فلويد جوه انترا ماسكولار فلويد كوليكشن عالي جوه. كل ما تشتغل الهيلينج يفك، كل ما تشتغل الهيلينج يفك، لحد ما جينا خدنا ديسيجن ميكنج غريب. قلنا هو كان في الشوط الثانية أو الثالثة من البلازما، وكان عنده انترا ماسكولار فلويد كوليكشن. قلنا هنسيب الانترا ماسكولار فلويد كوليكشن من البلازما مع بعض، ونسيب الانجرد بيرسون يحصل له فايبروزس. يحصل فايبروسس. بس دي كان فيها اكتر من تشالنج. اولا ده كان اسليب طبعا. اه تمام. اولا اللي انت حطيت اولا البرايورتي الهيلينج على حساب الفلكسبيليتي. حلو. ادي واحد. الحاجه الثانيه انت دايما جايدد بالسونار، دكتور تمام. السونار معاك. اللي انت كنت محتاج الاماونت بتاعت البي ار بي انجكشن تكون اعلى من الاماونت بتاعت الانترا ماسكولار فلويد كولكشن. تمام. فانت محتاج تدرين، تصرف جزء كبير من الفلويد كولكشن، ولكن مش كله. انت محتاج اماونت معينه من الانترا ماسكولار فلويد كولكشن تاكت از انفايرمنت، والبي ار بي يبقى في سينرجي ما بين الفلويد وما بين البي ار بي. الفلويد يبقى كنوع من environment، او يبقى في الانفلاماتوري ريسبونس تبدا تتحول معاك، تدخل على مرحله الريموديلنج، والبي ار بي يدخل يعمل دوره. وبشرط كمان ان لو الفلويد كوليكشن اعلى من البي ار بي هيحصل ديليوشن للبلازما. تمام. الفيسكوسيتي هتقل. يعني انا كنت بتكلم من كام يوم في نفس الكيس دي مع دكتور السونار اللي عمل البي ار بي. تمام. هو وضح لي كمان المعلومه دي. ولما يحصل الهيلينج هتبدا هتجراديويت، ما هو قفل، بس المفروض العضله بدل ما هي بتقفل كده هي قفلت كده. طب ليتر اون انا عشان اريجين الفلكسبيليتي، هل لو انا بدات اكسر في الفايبروزس انا بعمل ريتير تاني لان الفايبروز هو اللي ماسك القطر، يعني كده ما ولا همشي جايدد باي سونار تكسر جزء ويحصل له ريموديلنج طبيعي وتسيب جزء؟ كانت لونج تيرم بروسيس، بس ايفينشولي الحمد لله فول بلاينج فول تايم نو ريكرنس، مفيش اي حاجه. ولما اكتشفنا سبب الانجري ان لقينا من ضمن القياسات اللي انت بتعملها بتعمل تنسومايوجرافي. تمام. فانت بتشوف التنسومايوجرافي بيشوف التايم ديلي والتايم كونتراكشن والماكسيمال ديسبيسمنت والتايم سستين والتايم اوف ريلاكسيشن. لقينا النسب كلها عنده مظبوطه، والتايم ريلاكسيشن هو ده اقل من الافرج بتاع هذا اللاعب ب 20 ملي سكند. اللي هو في الوقت ده دي اللي حصلت فيه. لان كمان في الوقت دوت مع الهيستوري بتاع الاصابه ما كانش بيعمل ريكفري لمده اسبوعين نتيجه حاجه خارجه عن ارادته، يعني في تصليحات وفي حاجه، وانه اتصاب في اخر 3 دقائق من التمرين. فالموضوع كان تشالنجينج من كل الاتجاهات. تختار ايه على حساب ايه؟ طب انا عايز فايبروز، طب انا عايز هيلينج قبل الفلكسبيليتي، طب انا قدامها ريجين الفلكسبيليتي ازاي؟ طب ايه الفكره اللي انت تميكس او تعمل سينرجي ما بين الفلويد كوليكشن وما بين البي ار بي؟ طب لو الاكسسيف بي ار بي اعلى من البلازما هيحصل، هيتم تخفيف البلازما جوه، فهتلوز جزء كبير من الافكت بتاعها فمش هيستفيد منه. طب اصلا البي ار بي ايفيدنس بيزد ولا لا؟ وهكذا 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 وهكذا.
شغال هايدرو وشغال ليمفاتيك وشغال كومبريشن وشغال جمبري، مانيوال ثيرابي، بروكسيمال كنترول، بتظبط الحوض، شغال على الهيلينج، بترجع للقياسات، يحقن البي ار بي، تبدا يعني تمشي معاك جراديوال قوي في النورديك اكسرسايز، كنا بنشتغل 2 و3 حواليه في النورديك لحد ما بيعمل فول نورديك اكسرسايز لوحده. بعد كده مشيناه از بريفنشن. ليتر اون بعد 4 5 شهور بدانا ندخل موديلز زي الديب فريكشن والشوك ويف. طيب تجنن. لا فعلا تجنن فعلا. والله. طيب يا دكتور احكي لنا موقف مضحك حصل مع حضرتك في نادي الزمالك. مضحك. يعني كل ما حضرتك تفتكر تضحك. تبقى شغال جلسه مثلا تلاقي حد حط لك سحليه في اثناء الجلسه. جلسه يقول لك تعبان، تمام. انا ما اعرفش ايه، نبقى مثلا سفريه في الجونه. لعيبه ولا حد من لا لا مين دول يا دكتور؟ هزار. لا والله مش هقول، ماليش دعوه. لا حد والله، كانت حد بيعمل فينا مقالب باستمرار. يا حد خلي، لقيت حد بيناديني كابتن دكتور الحق فلان. وحضرتك مش واخد من بالك ومركز مع الجلسه انا رحت له الاوضه، اه. هو هو كده. طب اللسان واقع في ايده، اللسان واقع في ايده، هتلاقيه جايب اللسان اللي هو اللسان اللي الرابر المطاطة. انت اصلا نظرتك للامور اللي هو ايه، لايف ثريتنينج كونديشن، ايوه مش لعبه. بالظبط. انت فاهم؟ بس غير افريقيا بقى، افريقيا يبقى الضحك فيها للركب الصراحه. واكيد في السفريه. السفريات بتاعت افريقيا بالذات بيبقى ضحك السنين يعني. هم يعني هو فعلا هو بيتك التاني والله. طيب هو برضه يا دكتور يعني السؤال ده لوحده تمام. مين اكتر لاعب بيعمل جو في المكان في السفريات والكلام ده كله؟ اكتر لاعب بيعمل جو يعني بيعمل جو حلو للمكان. كابتن عبد الشافي. كابتن عبد الشافي. لا يعني اخف دم ومقالب على طول. ايوه. جميل جميل. أنا بالنسبه لي خلي بالك، عارف لما اخش الملك، انا مثل الاعلى محمد عبد الشافي والله. هو فعلا بصراحه ادب يعني كابتن واحترام محمد عبد واخلاق، الشافي ما فيش. هقول لك ناس كتير ما اخلاق تعرفش صوت عبد الشافي ايه. بره الملعب وجوه الملعب. لا لا حد. هو فعلا يعني انا بصراحه يعني انا كحد يعني مشجع للاهلي انا كابتن عبد الشافي يعني من اكثر انا اللعيبه اللي بالنسبه انا لي بحترمها. مثل الاعلى الصراحه. بس اللي انا يمكن هو من اكتر اللعيبه اللي علاقه، من اقوى العلاقات علاقتي بعبد الشافي. كلهم من اخوات. بس عبد الشافي حتى في السفريات دايما يوم ما بروح بقعد مع عبد الشافي، نقعد نتكلم بقى في اي حاجه، نتكلم في الدين، نتكلم في الحياه، نتكلم. هو حد يعني تقعد معاه، انت لو تقعد معاه 10 ساعات ورا بعض مش هتمل. بني ادم جميل الصراحه. تمام. طب يا دكتور لما حضرتك بتسافر يعني مثلا بعثة لدول مثلا زي جنوب افريقيا او امريكا الجنوبيه مثلا زي الارجنتين جنوب افريقيا انجولا البلاد دي البلاد مثلا بتكون فيها نقص اكسجين وبلاد بيكون مثلا فيها ضغط عالي وضغط واطي حضرتك بتتعامل ازاي هي بري خاصه. بلان، هي بري بلان، انت لازم تبقى عامل الهوم ورك قبل ما تسافر. انا لما الهوم ورك اسافر ده بيكون برضه عباره عن ايه بالظبط؟ هقول لك، انا مثلا لما اجي اسافر بلد زي السنغال، حلو. انا بعرف ان السنغال من 7 ل 8 ساعات دايركت، تمام. بالترانزيت ممكن تدخل لها في 11 ساعه. تمام. يبقى انا عندي ريسك لونج سيتنج، في حلو. فاتيج. اكيد. من البلد دي ما اعرفش 1000 وكام متر فوق سطح البحر، يعني عندي الالتيتيود، عندي ريسك فاكتور تاني الاكسجين ديفيشنسي، عندي فرق التوقيت ساعتين لصالح السنغال، عندي معدل الرطوبة 76%، يبقى عندي ريسك اوف ديهايدريشن، درجة الحرارة بتوصل 44 و45، وارد يدخل في هيت سنكوب أو أي حاجة. إن المسافة من الأوتيل للملعب ساعة، يعني ده جزء تاني فتيج. قلة الريكفري، مفيش ريكفري هناك كويس، فبالتالي أنت بتكونتاكت مع الجهاز الإداري ومندوب من السفارة بتاعة مصر في السنغال أو إدارة الأوتيل، نشوف أقرب مصنع تلج أو سمك أو لحوم مجمدة نبدأ نجيب منه من 100 ل 120 كيلو تلج ونخزنه في المطبخ بتاع الأوتيل، ونجيب 4 5 براميل
وننشئ الريكفري يونت بتاعتنا، ونجيب الأجهزة بتاعتنا من مصر. الفاكسينز، البلد دي مشهورة بإيه؟ الملاريا والكلام ده كله. هو حضرتك يا التعقيم. دكتور اللي بتدرس طبيعة المناخ والدولة اللي حضرتك بتروحها أنا أو اللي عملت البعثة، الهوم ورك ولا الأول. في حد مثلا متخصص مثلا ليه لا علاقة بمعرفة لا بالجغرافيا أنا وكده؟ اللي بعمل هوم ورك، وبعد كده بيبقى از اساينمنت اللي أنا بعمله من نفسي. تمام. وبنقعد بقى، بيبقى في ميتنج مع الجهاز الطبي، رئيس الجهاز يقعد يوزع التاسكات. يعني أقصد إن ده حاجة مطلوبة منك أو حاجة أساسية في شغل حضرتك، هي مش حاجة احنا اللي عملناها، تمام. لكن مفيش significant يعني رول أو الفيزيو لو هو يقول اللي إن يعمل الموضوع ده. مم. لا، احنا يعني عملناها، نقدر خدنا نقول كده الانيشيتيف. اجتهاد شخصي. آه. طيب يا دكتور، يعني حضرتك بتشوف حوالينا، او خاصه خلينا نتكلم عن الصعيد، بنشوف مثلا مراكز شباب او انديه مثلا في الدور الرابع او الثالثه. انا عن نفسي ساعات بشوف خريجين من تربيه رياضيه بيشتغلوا از افيزيو. فحضرتك مثلا شايف الموضوع ده ازاي، وازاي نتغلب على الموضوع ده؟ هقول لك رأيي الشخصي. اتفضل يا دكتور. أنا رأيي الشخصي إن البيئي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية، تمام. والعلاج الطبيعي جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية. اكيد. الاتنين بدل ما يقعدوا يحاربوا في بعض، هم يمشوا مع بعض باي انتجريشن. مش انت كبيئي على دماغي من فوق، وليك كل احترامك والسترينث والكونديشننج بتاعتك، تمام. واحنا الاثنين نبقى فيما يخص الانديه، انا ماليش دعوه بعيادات، ماليش في عيادات، اتكلم في النادي. بيبقى فيه زي ما قلت لك، هو مش الفيزيشن موجود، والفيزيوثيرابيست موجود، والبي اي موجود. ليه بنحاربه؟ ليه بنحاربه طالما هو الراجل في جزئيته هي دي؟ الاحمال بتاعه الملعب وجزئيته كذا حاجه، والواربنج والتستنج وفتره الاعداد، ما ده من ضمن الرولز بتاعته، صح؟ وانا بأدي دوري، واي حاجه ميديكالي عامل سوبرفايزنج ات، ولما بيبقى سليم انت بتسلمه. وهي الانديه كلها ماشيه بهذا السيكونس وناجحين. لكن انا ما قلتش ان انا اجيب حد بيئي اروح اشغله في العياده او يعالج حاله ديسك أو كده. ده غير مقبول، تمام. لكن هي القصه ان هو جزء من المنظومه. المدير الفني ما هو بيئي، صح؟ صح. الافراد الجهاز الاداري وارد بيبقوا بيئي. المسير اللي معاك في الجهاز الطبي ما هو بيئي. مخطط الاحمال اللي معاك بيئي. ممكن يبقى رئيس القطاع كله بيئي، صح ولا لا؟ صح. طيب سيدي، ليه بنخلي فيه كونفليكت وهو اصلا المفروض يبقى فيه هارموني وكل واحد عارف الرول بتاعه؟ فعلا. ما بنقولكش حاجه من عندي، ده حاجه اوريدي موجوده جوه وبره مصر. العالم كله ما ماشي كده. لما انا مش انا هعمل الدور بتاعي وهو هيعمل الدور بتاعه بالتعاون فيما يخص الاكل، فيما يخص. وده المنفعه اللي احنا جايين عشانها اصلا. هي دي one for all and all for one. الفرد للجميع والجميع للفرد. هو جزء لا يتجزأ من المنظومة. لكن أنا ماليش علاقة بالتجاوزات. لا، إحنا لو هنتكلم في تجاوزات إن بي إي بيشتغل في عيادة، وعندك برضو حد في سنة تالتة أو سنة رابعة بي تي بيفتح عيادة، صح؟ صح. التجاوزات من الطرفين، صح. لكن بدل ما نقعد نكونفليكت في بعض ونقعد ندوس في بعض، كل واحد يبقى عارف اللي ليه واللي عليه، والدنيا هتمشي. ارجع اقول لك تاني، التخصصيه. فعلا. كل تخصصيه. الموضوع بيدور حوالين الخصوصيه، وهي اصلا حل اغلب مشاكل احنا عندنا مشاكل. ممكن يبقى في حد لسه ما اتخرجش وتلاقيه فاتح عياده في اقاليم او حاجات او بتاع، وحتى مش اقاليم، بل بالعكس. ده ساعات الاقاليم بتبقى افضل من المدن. بس تلاقي ناس يا حبيبي هتفتح، هتتخرج وهتفتح وهتتخرج، بس اصبر، اصبر، امشي ليجل، خد ترخيص مزاوله المهنه، خليك اقلب من ممارس لاخصائي، خلي ليك الاثوريتي اللي انت ليجالي اللي انت تقدر تفتح وافتح. لكن لما حد يجي عايز مثلا يدور على مكسب سريع، او حد يجي يشتغل مثلا دراي نيدلينج وهو مش دارس دراي نيدلينج، بيشتغل حجامه وهو ما عملش حجامه قبل كده، بيعالج اصابات ملاعب وهو ما مسكش حاله فروم اي تو زد يشتغلها،
هو حضرتك يا دكتور يعني ذكرت حاجة مهمة، أنا يعني كنت عاوز أحكيها مع حضرتك. موضوع إن أنا كنت بشوف طلبة كتير، وممكن مثلا تكون طلبة صغيرة في السن، مثلا في كلية بتدرس أو كليتنا بتدرس يعني. فمثلا ممكن نشوفهم عشان يعني يشوفوا إن ده باب رزق، يروح يتعلموا أحيانا، فيطلع مثلا يروح مثلا حيات بره برايفت أو بتاع، ويعمل جلسات كابل سيرابي والكلام ده كله. هسألك سؤال. فده للاسف اساسا حضرتك، فده للاسف بيربي عند الناس ان منظور الفيزيكال ثيرابي او العلاج الطبيعي ده حيامه واعشاب والكلام ده كله زي ما اغلب الناس طيب دي شايفاه. انت فاحنا اللي بندمر نفسينا بنفسنا. سلم عليا، انت جاوبت على السؤال بدون ما انت تحس، هو محدش بيوقعك غيرك. صح. طيب يا دكتور، هنتكلم عن مؤسسه الايزوكينيتيك. طبعا مؤسسه الايزوكينيتيك دي يعتبر اللاند مارك بتاعه الطب الرياضي في العالم، والطب يعني مقصد لكل الاطباء ودكاتره العلاج الطبيعي وكل الناس. فاحنا لما شفنا ان في نموذج من مصر، وان احنا سمعنا من الدكتور ابراهيم انا بقدم هناك محاضره، والسنه اللي بعدها قدم محاضرتين، وفي النسخه الاولى لما حضرتك كنت في فرنسا، في اليوم في فرنسا ايوه سنه 2022 22. حضرتك قدمت بحث. فدي كانت حاجه فخر ليا انا مثلا كاحمد، ان في دكتور مصري زي الدكتور ابراهيم نبأ ان هو يكون اول دكتور مصري يقدم بحث، وبعد كده محاضره، بعد كده محاضرتين. حابب اعرف التجربه دي يا دكتور، والموضوع ده جه ازاي. فانا سيب لك المايك لا، هو بص، هو معروف ان المؤتمر دوت هو كأس العالم الطب الرياضي، تمام. بيبقى بمشاركة أكتر من 80 دولة، كل أندية ومنتخبات العالم الأجهزة الطبية بتاعتها بتبقى هناك. خلاص. كان في ناس من زمان من النسخة بتاعت برشلونة والأولد ترافورد في إنجلترا بيروحوا حضروا. بس أنا بالنسبة لي كان تارجت، ليه ما يبقاش في دكتور مصري يروح يحاضر يقف مع الناس دي؟ تمام. كان حلم بالنسبة لي. فلما قدمت بحث عن الفيزيوثيرابي ادابتيشن ان افريكا، في افريقيا، حلو. في ليون، الساينتفك كوميتي هناك وافقت انه يبقى بوستر برزنتيشن. تمام. وكان اللي ساعدني فيها طبعا دكتور محمد المليجي، دكتور جامعه الاهرام الكنديه، حد من افضل واحسن الناس الواحد اتعامل معاهم في حياته يعني، واخ وكلنا بنتعلم منه، وكان معايا ستيب باي ستيب. من انا بالنسبه لي على المستوى دكتور الشخصي محمد من انا اكثر من اشهر الناس في موضوع انترناشونال طبعا ببليكيشن. طبعا. وفي نفس الوقت انا كمان كنت في الملعب، مش ما عنديش خبره اكاديميك، هو ساعدني بكل الطرق فيه. ورحنا واديت هناك البوستر برزنتيشن وقدمت البحث ونشرت فكره الادابتيشن، لان كان من جزئيه ان الفيزيوثيرابي يعرف ايه هو الادابتيشن بتاع الفيزيوثيرابي مع الانديه، وان يبقى على سكيل في افريقيا. دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. 12 السنه اللي بعديها اللي هي دي 2023. السنه اللي فاتت، يعني اللي انا قدمته اول مره كان في ليون في 22. اليوم دي كانت 2022. السنه اللي ايوه بعدها 2023. 23 ده كانت في مركز المؤتمرات كوين اليزابيث في ويست مينستر في لندن. تمام. كان قدمت بحث عن الفاليو بتاعه الدايجنوستيك تنسوميوجرافي في تقليل الاصابات الماسكولوسكليتال، حلو. وازاي خدنا 2 دوري ورا بعض في الزمالك باقل معدل اصابات باستخدام القياسات بالتنسوميوجرافي سبيسيفيكلي. وكان المنتور بتاعي في البحث دوت دكتور محمد المليجي ودكتور عثمان حسن. عثمان حسن ده العضو الاديتوريال بورد بتاع البريتش جورنال اوف سبورتس ميديسن. الدكتور عثمان معاه جنسيه هو انجليزي بس بس موصول مصريه. ليه جذور موصول مصريه. مصريه. تمام. ايوه. وهو كان عضو الساينتفك كوميتي بتاعت الايزوكاينيتيك. تمام. واتعرفت عليه في ليون السنه اللي قبليه، وساعدني هو ودكتور محمد المليجي ان استغرقنا حوالي من 7 ل 8 شهور اللي احنا بنعمل الريسيرش دوت، ونجيب الاحصائيات كلها، وخدت برميشن من النادي اللي انا اطلع الاستاتستكس ونبدا نعرضها، وان ازاي معدل الاصابات انخفض بلغه الارقام بقى. حلو.
كنا قد كذا، الهامسترنج انجري كانت كذا نزلت لكذا، كانت كذا نزلت لكذا. لكن جزاهم الله خير ورحت وقفت، اديت المحاضرة في مركز المؤتمرات إليزابيث، كوين إليزابيث في ويست مينستر. والحمد لله المحاضرة كانت من أفضل المحاضرات في السيشن اللي أنا كنت فيها. طمعت بعدها شوية، لا أنا عايز أدي محاضرتين. وكان معايا دكتور عثمان. تمام. ادينا عملنا تو ريسيرشز، واحد عن الكونكتنج الجروين بروتوكول. ده بقى في السنه دي ده في استاد اتلتيكو مدريد في شهر 5 اللي فات. المتروبوليتانو. في المتروبوليتان، سيفيتاس متروبوليتان. ادينا محاضرتين. المحاضرة الأولى عن كونكتنج الجروين بروتوكول بالقياسات وازاي ده قلل معدل الريكرنس. وان المحاضرة الثانية كانت عن الووكينج فوتبول، تجربة كأس العالم للووكينج فوتبول اللي اتلعبت في لندن. اشتغلت فيها بتاعت الكبار السن. بتاعت كبار السن حلو دي خالص. كانت تجربة ولقت قبول قوي جدا جدا هناك. ناس كانت منتبهة لهذا النوع من الرياضة، والرياضة دي أصلا هتفتح آفاق جديدة لينا إحنا كفيزيوثيرابيست. هي داخل جديد مصر يا دكتور؟ لسه جديدة، ما بقى لسه لهاش جديد. سنة ولسه هتتفعل. بس تمام. إحنا كنا عشان نروح كأس عالم كان لازم يبقى في ستراكشر الاتحاد. حلو. وتم تكوين اتحاد الكورة برئاسة الدكتور محمود العوضي وكابتن ضياء السيد. ورحت لعبنا بالقوام بتاع المنتخب في مركز المنتخبات في انجلترا، ووصلنا الدور الثمانية. فكان بالنسبة لي إن أبقى موجود ومحتك بالناس ديت، وإن أنت تبقى واقف تتكلم فيس تو فيس مع دكتور كريم خان، مع دكتور أندي ويليام، مع رئيس الجهاز الطبي لبرشلونة، مع دكتور أندي ماسي رئيس اللجنة الطبية للفيفا. اللي انت بتشوف اخر ابديتس واصله في السبورتس ميديسن، بتشوف احدث اجهزه موجوده، بتشوف التجربه بتاعت اليابان ان ازاي اليابان طلعوا اتكلموا ان قللوا الكوست بتاعت عملوا سيرفيلانس، ولقوا ان بعد ما هم بيستهلكوا على مدار سنتين حوالي 45 مليون ين مصروفات طبيه، ازاي قللوها. وصلت في 3 سنين من 45 ين ل 14 مليون ين في الدوريات بتاعتهم باستخدام القياسات والبريفنشن. فهنا لما بيدخل الانفستمنت مع السبورتس ميديسن، لما تحضر ورك شوب من خاصه بالبيزك لايف سبورت هناك، واللي بيديها مارتن دكتور منتخب الدنمارك اللي نزل لإيرتسي، هو بيحكي لك ايام اليور لما ايوه بتحكي. انت بتشوف الناس تاخد ورك شوب عن الالتراسونوجرافي، بتشوف ايه اخر ابديتس. هم جم قالوا لك مثلا ان معروف ان الكوبنهاجن هو الجولدن ستاندرد بتاع البريفنشن لحالات الابدكتور انجري. هم طلعوا بترند قال لك لا، انت لو جبت 100 لعيب بيشتغل كوبنهاجن و100 لعيب تاني بيشتغل ابدكتور سكويز اكسرسايز، الاثنين ذا سيم. ففي خرافه ايه حصل، يعني حصل بريك ثرو. في لازم تبقى اوير باللي واللي انت قلت يا جماعه انا دكتور مصري موجود في هذا المؤتمر بالجرين بادج. ده كان حلم بالنسبه لي، ده كان حلم. والحمد لله ربنا كرم مليون، طلعت اديت بوست برزنتيشن، بعد كده اديت برزنتيشن كامله في لندن، وفي مدريد اديت تو برزنتيشنز. فانا بالنسبه لي يعني بقول اللهم لك الحمد واكرمتني فلك الحمد يعني. والف حمد والف شكر ليك يا رب. طبعا على المستوى الشخصي تجربه كان حلم من احلامي وحققته. على المستوى المهني مبسوط جدا جدا ان مش انا كابراهيم، ان احنا بقينا موجودين. حضرتك برضه يا دكتور يعني فكره ان وصلت لل اسمها الايزوكينيتيك كونفرنس على وكل القائمين فيه، لا ان في دكاتره مصريين شاطره، في ناس بتعرف تعمل حاجه محترمه، تطلع حاجه محترمه، تطلع ريفرنس، تعرف تعمل يعني كيزز او اقول لك في ناس مصريين هم عايشين بره واصلين ليفل يا جماعه حاجه تشرف. اقول لك على حاجه، تعرف الفيزيو بتاع تشيلسي مصري؟ تعرف المعلومه دي؟ لا هو مصري عايش في انجلترا، دكتور اندرو شفيق. لا انا بصراحه اول مره ما انا بقول لك اهو. تعرف في ناس كتيره في انجلترا ماسكين انديه هناك ومحدش يعرف عنها حاجه. طب ايه الفكره يا دكتور؟ يعني برضه الموضوع ده بيكون يعني كتسليط اعلام، ولا الموضوع بيكون ايه بالظبط؟ تسليط اعلام من مين؟ يعني مثلا الفكره برضه ان الاعلام برضه يكون دوره ان هو يقول يعني يوعي الناس ان في نماذج شاطره. ايوه انهي اعلام بقى؟
اعلامنا. الايه؟ اعلام الدوله ولا اعلام اعلام العلاج الطبيعي ولا اعلام الفيزيكس ولا اعلام؟ هو عموما. لا هم بره يعني. لو مثلا حته مش هقول شو، ما فيش شو، هم بره ما عندهم. بس هتلاقيه بيشتغل، بس هو مش همه انت تعرف انا موجود مش موجود، لا. انت هنا انت بتكافح اللي انت تحط رجل، واللي انت يوم ما حد ينجح في حاجه ده دكتور فلاني عامل كده، فانت بتشاور على ده اللي هو نجح، مش عشان هو كشخص، عشان الفكره ان انت كفيزيوثيرابيست لا تقل مهاره ولا كفاءه عن بتوع بره. طب اقول لك على حاجه وانا مقتنع بيها مليون في الميه، وبقسم لك بالله العظيم ثلاثه في البودكاست عندك هنا. في ناس في محافظات في العلاج الطبيعي عندهم من السكيلز والتالنت والمواهب اللي عندها فيما يخص العلاج الطبيعي اجمد 100 مره من ناس كتيره على الساحه. بس هو يمكن ربنا ما كرمهمش الفرصه اللي هم يظهروا بيها. زي مين؟ انا معايا في العياده، انا معايا دكتوره بنت في العياده من بني سويف. حلو. اتخرج لسه مخلصه امتياز. انا بقعد اتعلم منها، انا بقعد كده بتفرج عليها، انا بقعد اتعلم منها كده، قاعد اعمل كده. هو ده عيب ولا انت لا اكيد هتستكبر كلنا ولا؟ بنتعلم. بس حد موهوبه، موهوبه بطريقه مش طبيعيه. يبقى اللي زي دول تاخدهم تحت جناحك وتكبرهم وتديهم بوش فورورد ولازم تسلط السبوت عليهم، ولا تستغلهم وتهمشهم؟ دي لازم نقطة. لان الناس دي هي كده كده هيجي لها فرصه وهي تستقل وهتفتح وهتروح، ولازم يعملوا كده. لازم السبوت يبقى يا جماعه احنا عندنا مواهب، احنا عندنا ناس فعلا فعلا تقوم اي مكان. بس القصه انت ربنا اداك شويه حظ ان انت تعرف في حد تاني ربنا ما ادالوش. زي ايه؟ زي ما لا زي لعيبه الكوره، في لعيبه مثلا هتلاقيها في الصعيد وفي مهارة تمسك الكوره. ميسي، مش ميسي، واخدين حقهم. ميسي مش واخدين حقهم. وقيس على كده مش العلاج الطبيعي بس، قيس على كده في كل المجالات. ياما ناس كتيره واخده فرص على حساب ناس، مش هقول لك على حساب ناس تانية، بس لسه ربنا ما أرادش اللي هي تظهر وإن الناس كلها تعرف تعبها المهني. النوعية دي لازم ندور على النوعية دي، ولازم الناس دي هي اللي تظهر. لازم الناس دي، ده حقهم وده تعبهم وده مجهودهم. معلش يعني هم معظم كلنا بنتخرج، أهالينا صرفوا علينا دم قلبنا. صح صح. في اللي دخلوا جمعيات وفي اللي باعت جزء من، لو عندها حتة ذهب باعتها، وفي اللي باع حتة أرض، وفي عشان يكمل أقساط المدارس الكلية ليه. صح صح. ومعاناة. هو حد يعرف في الكواليس إيه اللي بيتم؟ لا ما حدش يعرف. بس ليه أهلك تعبوا فيك أو كده؟ عايزين يشوفوا الصورة خلاصة النهائية. استثمارهم في الحياة. هو أنت، النبتة. هو أنت اللي أنت تطلع ابن الدكتور أو بنت الدكتورة راح، بنت الدكتورة جت. هل بقى من المنطقي بعد تعب السنين ده كله حد يجي يشتغل معاك في العيادة؟ واسمها يشتغل معاك، مش يشتغل عندك. هو ما بيشتغلش عندك، هو بيشتغل معاك. هو بيشتغل معاك مش شغال عندك. عايز يشتغل على حد، اجي انا اقل منه؟ اجي انت تحمد ربنا اللي انت عندي، انت ما اعرفش ايه؟ اكيد لا. راعي تعب السنين بتاع ابوه وامه، وتعب ان العيل مكشي على وشه طول السنين اللي فاتت، وسكاشر ومحاضرات وغربه، وبتعدي عليه ايام معوش مليم في جيبه اصلا يتعشى. كل ده ليه؟ عشان في فاينل تارجت، هو نفسه يبقى دكتور. يبقى دور بقى الناس اللي بره اللي مستنيه الناس دي تتخرج، تاخد بايديها وتبقى في ظهرها وتكبرها وتعلمها الصح من الغلط، والبروسيس تمشي والرايه تتسلم من جيل لجيل لجيل. ده لو عايزين ننجح. لكن الكبير ما يحترمش الصغير، والصغير ما يحترمش الكبير، والصغير يروح يفتح والكبير يعقد ليه؟ ليه؟ ما ربنا عرفوه بالعقل. صح صح ولا لا؟ صح. هي لازم تتحسب كده.
بس مش معنى كده إن الصغير يتغر ولا إن الكبير يتكبر. مودة ورحمة وتعليم، هتلاقي الأمور استقامت. صح يا دكتور. وبرضه يعني بنتقل للحته دي يا دكتور، الحته دي انا عايز اقول لحضرتك من كلام حضرتك ليا عن موضوع البحث العلمي، فانا شايف ان موضوع البحث العلمي ده اثر على حضرتك بشكل ايجابي. انا عن نفسي مثلا كاحمد، انا بشوف ان البحث العلمي ده مش بينجح، او في اغلب او في ناس كتير يا دكتور انا بشوفها هم فيهم او معاهم سكيلز انهم يأدوا كويس في البحث العلمي. بس انا بشوف ان البحث العلمي بينجح لما حد بيتبناني او يتبنى الفكره بتاعتي. طبعا طبعا. وللاسف يا دكتور، للاسف يعني يمكن انا ما شفتش حد يعني يمكن يوقف او يشجع على الموضوع ده. لان انا شايف بصراحه نجاح البحث العلمي، هو طبعا البحث العلمي ده مجال كبير وعلم كبير، فانا لو ما حدش ارشدني للموضوع ده، يعني هو اسمه بحث، فانا لو ما حدش ارشدني او حد تبناني وحطني على اول الطريق، فانا مش عارف اوصل. صح صح. عايز الحل في كلمة واحدة، لازم كلنا نستقيم الأول. وده الصح. طب يا دكتور، لو في ايد حضرتك مثلا توصيات حابب مثلا نعملها مستقبلا او دلوقتي، مثلا نعمل بروتوكولات مثلا تعاون ما بين وزاره الصحه ووزاره الرياضه، ايه مثلا ممكن نعمله؟ طبعا هو دي لو اتعملت أصلا، إن أنت لو خليت في فيزيوثيرابيست في كل نادي، في كل قطاع، في كل فرقة، في كل فئة عمرية، في كل مركز شباب، نجاح ولا مش نجاح؟ نجاح واهتمام بصحة ولا مش اهتمام واهتمام. صحة؟ واهتمام بإصابات الناس، المحترف والهاوي والصغير والكبير ولا لأ؟ لو سعيت إن يبقى في ميديكال بروفايل لكل لعيب منذ الصغر، وين وين سيتويشن لكل الأطراف، الناشئ هينشأ صح، هيتمرن صح، هيهتم بتغذيته صح، يبقى عنده بريفنشن صح، كل ده هيعزز التالنت بتاعته، هيبقى ابن النادي، هيستثمر، هتقلل الصفقات اللي انت بتجيبها بملايين الدولارات من بره، من بره. بتعتمد على الناشئين. والناشئين دول انا بدل ما اجيب ناس محترفين من بره، انا اللي اصدر ناشئين لاوروبا. برافو عليك. وياما في تجارب زي كده نجحت. يبقى اذا لو حاجه زي كده وتم تعميم هذا البروتوكول، اظن يبقى نجاح كبير جدا جدا. وفي نفس الوقت انت بتنشر الوعي بتاع الرجل. هو محتاج يعني تكاتف اطراف كتيره في المنظومه. احنا يا دكتور برضه يعني احنا في الموضوع ده، يعني احنا زي اهل البيت او تربيه اهل البيت. تربيتنا بتدل على اللي جوانا، بحيث ان احنا لو ما عملناش الناس بطريقه محترمه او بالطريقه الصح اللي هي مفهوم العلاج الطبيعي مع الناس هتقدر مهنتنا، الناس يعني اوريدي اصلا هم مقدرين مهنتنا، بس انا للاسف قلتها لك بتطلع. من شويه، والله احنا اللي بنوقع نفسنا، بالظبط. في حين اللي احنا قيمتنا اكبر من كده بكتير. بس احنا اللي فعلا ما اعرفش ليه. عشان هل انت بتفضل المصلحه الشخصيه عن المصلحه العامه؟ ناس تعمل كده، في ناس تعمل كده وكله والله. هيقول انا مالي بغيري. لا، مش صح. طيب يا دكتور، بعد ما صدور قرار اللي هو التكليف بقى على حسب الاحتياج من كام اسبوع، هل تقول ايه مثلا او تنصح الدكاتره؟ والله ما تابعتش للامانه، والله ما تابعتش. و- لو انا قلت رايي في الجزئيه ديت، هي جزئيه عارفه ايه، براكتيكال بحت او حاجه خارج نطاقي، فمش عارف. بس كل اللي هقوله زي ما قلت لك، ربنا بيقفل باب يفتح بيفتح ابواب قدامه فعلا. ابواب، دي نقطه. النقطه التانيه ان كفايه كليات، كفايه كليات 74 كليه ولا ده ده 73. ده غير خاص غير الحكومي. ايوه كفايه جامعات خاصه، كفايه، حلوه قوي، حلوه. واحده واحده نشم نفسنا شويه، نبدا نجهز، بعد كده قدام شويه الفكره تنتشر. ابدا افتح تاني يا عم، بس مش ورا بعض. بالظبط. طب يا دكتور، حابب اسال حضرتك مين قدوه الدكتور ابراهيم عنبه في مجال سبورتس انجلي؟ عندك الدكتور حسام الإبراشي، طبعا قعد
16 سنة دكتور الفريق الأول، ما شاء الله. ولا عمره ظهر في ميديا، ولا عمره. خد 3 أفريقيا 2006 و2008 مع و2010 المنتخب. مع المنتخب. راح كأس عالم روسيا 2018. عالج آلاف وآلاف من الحالات. أنا اشتغلت معاه 8 سنين وعلمني كل حاجة، ولا عمره التفت لشو ولا حاجة. وعايز أقول لك إن 90% من كل الدكاترة بتوع الأندية كلهم مطلعين من مدرسته، كلهم. دكتور المنتخب الأول، ودكتور نادي زد، ودكتورة الزمالك. ده بالنسبة لي هو كان وما زال طبعا المثل الأعلى، دكتور حسين. طب يا دكتور، في كل رحلة احنا بنمشيها تمام بيكون في حد داعم لينا بيسلفنا بيقف جنبنا بيقول لنا كلام حلو. مين كان الداعم الأساسي للدكتور إبراهيم عنبة في مسيرته الطويلة دي؟ مراتي، ما شاء الله لأن يا دكتور. هي علاج طبيعي برضه. تمام. فالأمور يعني أقصد كمنتاليتي فالموضوع هي متطور بص، شوية. كان بيجي لنا بشغل أثناء الزمالك وضغط الماتشات، وأحيانا شغال في المعسكرات لحد 4 الفجر، وتطلع من البلد دي للبلد دي للبلد دي. معرفش أقعد مع عيالي والله. هي كانت مستحملة ده، وتقعد واحدة واحدة وبالراحة وسبورت، ومتفهمك، ومستوعب إن أنت بتبقى راجع مثلا. لو أنت بتاخد أجازة يوم واحد تبقى عادي، مرة أنت عايز تسكت، عايز أفصل. أكتر حد يعني جت معايا ليون، وجت معايا لندن، وجت معايا مدريد، ودايما واقفة في ظهري. يعني إنها مربية وولادي الحمد لله أحسن تربية، ما شاء الله يا دكتور. يعني متفهمة كل حاجة، متفهمة ظروف شغلي كلها وسفري للعيادة. فلا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى والأب والأم، مراتي. طب يا دكتور، لو حابب حضرتك توصف نفسك بكلمة توصف نفسك بإيه؟ انت مهما ربنا اداك علم، ما اوتيته من العلم الا قليل. طيب ما ممكن يا دكتور حضرتك، يعني أنا عن نفسي بصراحة يعني أنا شايف حضرتك شخص ملهم يعني وناس كثيرة برضه. لو انتوا شايفين ده شيء يشرفني، وده شيء على دماغي. لكن والله العظيم 3 يا احمد، انا بطبيعتي اي حاجه بعملها انا لازم ارجع الوم نفسي. لا، انا شايف ان كان المفروض تتعمل بصوره افضل من كده، المفروض يتعمل كذا، المفروض يتعمل كذا. يوم ما تقول انا عارف، اعرف انك ما تعرفش حاجه. بالعكس، كل اللي انا عارفه هي اجتهادات وتراكم سنين وخبرات على شويه علم تستفيد بيه، توظفه مما يخيل ليك اللي هو صح. لكن اجمالا كل الناس بلا استثناء ربنا العلم اللي اداها له هو قليل. فعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صح. طب يا دكتور، الدكتور إبراهيم عنبة دلوقتي بيقول إيه للدكتور إبراهيم عنبة بتاع زمان؟ زمان انهي مرحله؟ زمان وانا صغير. مثلا أيام فترة الكلية أو فترة ثانوي في الدراسة يعني مثلا. لا، فتره ثانوي. يعني بالنسبه لي ما بسالش السؤال ده. انا كنت اللي انا بقوله ان موت امي اكتر حاجه اثرت فيا في حياتي. امي الله يرحمها ماتت من 8 ربنا سنين، يرحمها. لان دي كانت اكبر كسرة ظهر بالنسبه لي. فاهم قلت ان اي يوم امي كانت عايشه فيه هو قطعا اسوأ يوم انا عشته اثناء ماما كانت عايشه، هو احلى من احلى يوم انا عشته وامي كانت. انا نوع عندي حنين للماضي، او جو البيت والاسره يعني انا موت امي اصلا كان اقصى مره يعني. بس لو تسال قول من زمان، لا زمان بالعكس. زمان ما كانش فيه مسؤوليات، ما كانش فيه هم. كان اكبر هم ليك اللي هو ايه؟ عايز اذاكر وانجح، صح. تيجي في يوم الاجازه تخرج بقى، تروح تلعب كوره، لو في فرصه تطلع تصيف مع العيله. حاليا انت مفتقد ده. انت فرق كبير قوي 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 بين ان انت مسؤول من حد، وفرق انك مسؤول عن حد. صح. احنا بنبص لنفسه. انا ابني عنده 8 سنين، بنتي عندها 4 سنين. ربنا يحفظهم. يا جدعان، احنا
ده احنا كنا قدهم. لسه قلت امبارح لسه اول امبارح، وبنروح وبنخرج واصحابنا ونقعد نلف على بعض في البيوت ونجمع بعض ويلا ونروح نلعب كوره ونعمل فجاه لما الحياه بتاخدك الشغل والبيت وبتاع، تبدا دايره علاقاتك تقل ممكن تصفي بس على، مش ببالغ لو قلت شخص او شخصين بس في حياتك كلها بره النطاق. فلا زمان كان مش حاملين هم حاجه يعني. صح. مش هم. اوعى تفتكر ان انت مبسوط دلوقتي. انت احيانا انا نفسي ارجع يوم من ايام زمان، نفسي اشوف امي، نفسي انزل العب مع اصحابي في الشارع، نفسي نروح نعلق زينة رمضان في الشوارع، نفسي نسهر مع بعض كده، ولما تيجي الساعة 12 بالليل ولا واحدة كلنا نطلع بيوتنا تاني. ولا لما كان أقصى تكنولوجيا عندنا اللي أنا أكلم صاحبي على تليفون البيت، أي طنط ممكن أكلم رامي، ممكن أكلم فلان بتاع. دي كانت الأيام دي، ده كان الخير. صح. دلوقتي الدنيا غريبة بقى، بس بتلف اللي هو إيه وبسرعة. انتوا كبرتوا امتى؟ احنا ده حصل امتى؟ الدنيا حصلت امتى بتاع. بس هي النوستالجيا يعني زمان لما تكبر هتعرف. انا لسه بقول لمحمد، بقول له احنا نسينا بيها سنه، احنا كنا فين؟ ده انا لسه فاكر اول يوم التجريب. اه السنين بتعدي وبفتكر ايام الامتحان، وبفتكر وحدتي في السكن او في الاوضه وانا بذاكر او مكشف على الكتاب عشان والله فعلا يا دكتور الايام يعني سريعه وفي نفس الوقت يعني بتخطفك. انت بتصحى ومع كل ده حصل كده والله. الحمد لله. الحمد لله يا دكتور. وبرضه يعني يا دكتور ابراهيم، يعني احنا زي ما فخورين بحضرتك وشايفين ان حضرتك حد مهم، اكيد والده حضرتك ان شاء الله يعني ربنا يرحمها يا رب يا رب ويجعلك في الفردوس الاعلى، يا رب هي فخوره بحضرتك أكتر. يا رب يا رب يا رب يا رب يعني. وان شاء الله يعني يا الله دكتور يرحمه. ربنا يجعل حضرتك عمل صالح ليها كده باذن يا الله. رب والله العظيم يعني ربنا يرحمه. اللهم ربنا امين يا يرحمه. رب. اللي احنا مرينا بيه ما كانش سهل. احنا كده الحمد لله وصلنا لاخر فقره وهي فقره الكيو ان ايه. اول سؤال معانا، في حد بيقول لك عاوزين نسال الدكتور عن ايه اهم المصادر اللي انا ممكن اذاكر منها عشان اعرف اتعامل مع اللاعب لغايه الكونديشن تريننج، بص حاجات ترشحها لنا. في كتاب حلو قوي نزلته الانترناشونال اولمبيك كوميتي خاص بالسبورتس ميديسن، IOC سبورتس انجريز. تمام. تاني سؤال معانا يا دكتور، بيقول هل القياسات في مصر زي الايزوكينيتيك بتكون دقيقة ولا لا؟ وإيه بتكون فكرتها؟ وهل في مصر في إقبال عليها ولا لا؟ دقيقة وفي إقبال عليها من البرو أثليتس والناس اللي فاهمة بقيمة القياسات. تمام. تالت سؤال معانا بيقول عايزين نعرف رأيك يا دكتور في الإلكتروثيرابي في القرص وإصابات الملاعب. مفيد. الكتروفيزيكال ايجنتس بتتوظف في المراحل بتاعتها، مفيدة at some point. طبعا مفيدة. يعني أقصد إنها بيكون ليها دور أساسي زيها زي الثيرابيوتيك اكسرسايزز والحاجات دي. ليها دور. ليها دور. كل حالة بقى بتختلف، هتبدي ايه على ايه او على حسب الكونديشن اللي قدامك. بالظبط. تمام يا دكتور. رابع سؤال معانا بيقول هل دور الثيرابيوتيك موداليتيز زي الدراي نيدلينج والكنزيو تيب والكابينج اهميته بتكون مع اللعيبه بتكون نفس الاهميه مع البيشت العادي ولا لا؟ الاجابه طبعا. تمام. طب وهل مطالب الاهتمام بيهم زي الSMS اللي هي السترينث والموبلايزيشن والستريتش كده اللي بنستعمله مع البيشت العادي ولا لا؟ اجابه تمام. كده الحمد لله وصلنا لاخر حاجتنا دكتور ابراهيم، يعني والله يعني انا مبسوط بحضرتك وموجود. ده شرف ليا. الله يخليك والله شرف ليا. يعني انا والله مبسوط خالص وشكرا خالص لحضرتك ان انت استجبت خالص والله بالعكس يعني ده انتوا فوق دماغنا، وانتوا لو فين هنجيلكم لحد عندكم. الله يخليك يا دكتور يعني ما كانش ينفع ابدا ان احنا ما نلبيش الندى بتاعكم يعني. الله يخليك يا دكتور. ودايما متشرفين ودايما مع بعض على طول يعني ان شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمه بتاعت الدكتور ابراهيم وتكونوا عرفتوا اكثر عن مجال سبورتس ميديسن. ما تنسوش تدعمونا على صفحتنا على الفيسبوك المونكس كلينيك. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، واستنونا في الفيديو الجاي، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات لو حابين تعرفوا مين او حابين ترشحوا لنا مين من تستضيفوا في الحلقه الجايه. ودي قناه مونكس كلينيك واحمد الحباك وسلام.